مشاهدينا في كل مكان، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جهود لتطوير قسم طب الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى أروتا. ارتفاع المشاركة الأكاديمية في منطقة الحزين. دورة تدريبية لإعداد السماد والمبيدات في إقليم عنسبة. الصين تؤكد أن الوضع عند الحدود مع الهند مستقر. رئيس فنزويلا يعلن إعادة فتح الحدود البرية بالكامل مع كولومبيا. والصين تقيم دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة. أفاد المدير الطبي لقسم الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى أروتا المرجعية الدكتور سيمون هيلي بأن القسم يقدم خدمات مشهودة بعد تسلحه بالمعدات والقدرات البشرية. وقال أن القسم يستقبل يوميا 100 مرضى من جميع الأقاليم، واستقبل في الأشهر العشرة الماضية 18,000 مريض. أجريت العمليات الجراحية ل 345 منهم. وأوضح وجود 5 أطباء في القسم، 2 منهم إخصائيين، يتلقى 2 منهم الدراسات العليا حاليا في كينيا. ودعا الدكتور سيمون الابتعاد عن الطب الشعبي في الأذن والأنف والحنجرة لأضرارها الكبيرة. وذكرت الممرضة أبابا هابتة التي خدمت ل56 سنة في المجال الصحي أن مهنة الصحة استثنائية تتطلب الاهتمام الخاص لارتباطها بإنقاذ الحياة. أعلن مكتب التعليم في مدينة فورو ارتفاع المشاركة في التعليم بنسبة 47% عامة، والطالبات بنسبة حوالي 58% في السنوات ال5 الماضية في ضاحية لحازن. وأوضح مدير مدرسة لحازن الابتدائية والمتوسطة الأستاذ محمد علي أن أنشطة التوعية التي جرت حققت نتائج ملموسة على الأرض، داعيا لتجمع القرى التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية. وحول نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة، أوضح الأستاذ محمد علي أن النجاح الذي كان 100% في العام الدراسي 2020-2021 انخفض في العام الدراسي 2021-2022 إلى 25%. ويجب تنسيق الجهود مع الشركاء للتعرف على الأسباب وإيجاد الحلول لها. وطالب للقيام بأنشطة التوعية لتماشي المشاركة في التعليم مع تعداد السكان لاستقرار الرحل في مكان وسطي، وإرساء الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية الزراعية لهم بهدف دفعهم للاستقرار. تأسست مدرسة لحازن الابتدائية والمتوسطة عام 1995 وتقدم الخدمات لطلاب ضاحيتي لحازن وكمهولم. دعا مسؤول قسم الزراعة والأراضي بالإنابة في إقليم عنسبة السيد قبر مسكال تولد المزارعين لاستخدام السماد والمبيدات الطبيعية لضمان حماية أراضيهم وبيئتهم وإنتاجهم من التلوث. وقال في الدورة التدريبية التي نظمت من 9 حتى 12 من ديسمبر في مدينة كرن ل25 مهنيا زراعيا، قال إن على المهنيين الزراعيين والمزارعين نشر السماد والمبيدات الطبيعية بتوسع إدراكا لأضرار السماد والمبيدات الكيميائية. وذكر مسؤول وقاية النباتات السيد زيناوي أقبأ بأضرار المواد الكيميائية الزراعية على الصحة والنباتات والبيئة، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى توسع استخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية لرفع الإنتاج. وأفاد تقديم دورة تدريبية مماثلة في شهر سبتمبر 2021 للمهنيين الزراعيين بالإضافة إلى المزارعين في المديريات، وتقديم السماد الصلب والسائل الطبيعي لهم. وتم التوضيح في الدورة التدريبية بدء توزيع السماد المنتج من بقايا الأسماك والأعشاب البحرية المعدة من وزارة الزراعة والثروة البحرية للمزارعين النموذجيين، وسيوزع بتوسع مستقبلا. وأكد المشاركون في الدورة التدريبية على العمل لنشر استخدام السماد والمبيدات الطبيعية المعدة من مختلف أنواع النباتات.
وذكرت مسؤولة تنمية النباتات في المكتب السيدة كبرى قبل مسقل الأضرار التي تحدثها الأسمدة والمبيدات الكيميائية على التربة والنباتات والتنوع الأحيائي، مناشدة المزارعين لاستخدام الأسمدة الطبيعية. أعلنت جمعية الارتينا أصحاب وسائقي شاحنات صهاريج المياه في جوبا بجنوب السودان، أعلنت في الاجتماع السنوي الذي عقدته يوم 11 من ديسمبر العمل لتقوية التنظيم وإنجاح البرامج الوطنية. وبحث الاجتماع الذي حضره سفير إرتريا في جنوب السودان السيد يوهانس طهل ميكائيل وكبار مسؤولي شرطة المرور في جنوب السودان تحديات أعضاء الجمعية والسبل حلها. وأوضحت شرطة المرور في جنوب السودان إقامة جهات تتابع بتعاون المؤسسات الحكومية المختصة عمل شاحنات صهاريج المياه التي لها وثائق كاملة للحيلولة دون إعاقة نشاطها. ودعا السفير يوهانس المواطنين لضمان جودة شاحناتهم وامتلاك رخص القيادة القانونية واتباع التعليمات الصادرة. وأوضح أعضاء الجمعية أن التسهيلات التي وجدها أحدثت التغيير في عملهم. تأسست جمعية الإرتريين أصحاب وسائقي شاحنات صهاريج المياه في جوبا عام 2016 وتضم 800 عضوا. وكانت الجمعية قد تبرعت بمبلغ 60,000 دولار لمكافحة وباء كورونا في البلاد. أعلن مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسني تنفيذ برامج تأهيل ناجحة عام 2022 لتمكين المحتاجين من الاعتماد على الذات. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة دهب يوسف تأهيل 482 محتاجا والمرأة الراعية ومعاقو الحرب بعربات الكارو. وذكرت تقديم اللوازم الدراسية الكافية لمدة عام دراسي للطلاب المحتاجين وعون مالي للمصابين بفيروس الأيدز للغذاء وتأهيل المرأة الراعية للأسرة بالماشية والتجارة المصغرة بقيمة 10,000 نوفا. وأشادت بإدارات الضواحي وأعضاء المكتب الدراسات التي قاموا بها للتعرف على المحتاجين، داعية إدارة المديرية والشركاء لمواصلة التعاون لتحقيق نتائج أكثر فاعلية. فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أكدت الصين أن الوضع مستقر عند حدودها مع الهند بعد ما ذكرت مصادر هندية بأن مواجهة اندلعت بين جيشي البلدين عند حدوديهما المتنازع عليهما في الهيمالايا الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين على حد فهمنا فإن الوضع الحدودي بين الصين والهند مستقر بالمجمل، مضيفا أن الطرفين حافظا على حوار من دون عراقيل بشأن المسألة الحدودية عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية. واتهم وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الصين بمحاولة تغيير الوضع القائم بشكل أحادي عند الحدود المتنازع عليها بين الطرفين في الهيمالايا، عندما أسفرت اشتباكات الأسبوع الماضي عن سقوط جرحى من الجانبين. وقال الوزير: حاولت قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تغيير الوضع القائم بشكل أحادي عبر التعدي على خط السيطرة الفعلية في منطقة يانغتسي التابعة لقطاع تاوانغ. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده ستعيد فتح حدودها البرية بالكامل مع كولومبيا في الأول من يناير المقبل لتكمل عملية التفاوض التي بدأت في سبتمبر الماضي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين في أمريكا الجنوبية. وقال مادورو: يمكنني أن أعلن أننا سنفتح بالكامل الحدود الغربية لفنزويلا مع كولومبيا لمرور المركبات، وقد تم إغلاق الحدود جزئيا قبل 7 سنوات وإغلاقها تماما قبل 3 سنوات، عندما قطع مادورو العلاقات الدبلوماسية بعد أن شككت الحكومة الكولومبية السابقة في إعادة انتخابه، والتي شككت أيضا في شرعيتها العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة. أعلنت الصين إقامة دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة من خلال آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بشأن ضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية. وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن إقامة هذه الدعوى القضائية في منظمة التجارة العالمية يهدف
إلى الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال الوسائل القانونية. وأضافت أن الولايات المتحدة كانت قد أقرت في يوليو الماضي مشروع قانون ضخم لتمويل الرقائق يصيب 52.7 مليار دولار في صناعة الرقائق المحلية، ويهدف مشروع القانون إلى تقييد تطوير أشباه المواصلات في الصين على أساس ما يسمى الأمن القومي. وأعرب البيان عن أمل الصين في أن تتخلى الولايات المتحدة عن تحيزها وتتوقف عن تعطيل تجارة منتجات التكنولوجيا الفائقة بما في ذلك الرقائق الإلكترونية. الخبر الأخير في هذه النشرة: ثار أحد أنشطة براكين أمريكا الوسطى مجددا قاذفا الحمم والرماد ومجبرا السلطات في غواتيمالا سيتي على إغلاق أكبر مطارات البلاد مؤقتا إضافة إلى طريق سريع. وعاد البركان الذي يحمل اسمه فويغو أي النار بالإسبانية إلى نشاطه لتتدفق الصخور المنصهرة على منحدراته ويقذف الرماد في السماء. كذلك حملت الرياح الرماد باتجاه غواتيمالا سيتي على بعد 35 كيلومترا. وأعلنت هيئة الطيران المدني في بيان إغلاق مطار لا أورورا الدولي الذي يقع على بعد 6 كيلومترات جنوب العاصمة بشكل مؤقت بعد رصد رماد قرب المدارج وتحويل رحلتين على العقل. ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. جهود لتطوير قسم طب الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى روتا. ارتفاع المشاركة الأكاديمية في منطقة الحزين. دورة تدريبية لإعداد السماد والمبيدات في إقليم عنسبة. الصين تؤكد أن الوضع عند الحدود مع الهند مستقر. رئيس فنزويلا يعلن إعادة فتح الحدود البرية بالكامل مع كولومبيا. والصين تقيم دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة. انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.